متتبعي موقع الأسود الرياضي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسود. ضيف ديالنا ديال اليوم هو لاعب تألق في الدوري الإسباني وكذلك في البطولة الوطنية. ضيف ديالنا ديال اليوم لاعب أيمن مريد اللي كيلعب لصفوف فريق الاتحاد التشروقي. أيمن مرحبا بك، وعندي شرف أنك تكون ضيف ديالنا ديال اليوم. بزاف وشكرا لكم كاملين على الترحيب. أيمن أنت من مواليد مدينة الدار البيضاء وبالضبط درب السلطان. درب السلطان واحد الحي اللي كيتنفس الكرة. أيمن درب السلطان راه من شحال هادي هو فيه الكواري. أيمن عاود لي على الطفولة ديالك وعلى كيفاش بدا الشغف ديالك في الطفولة ديالك، القصة ديالك مع كرة القدم. كنت كنلعب بديت الكره انا في بطولات المدارس، كانوا كيديروا ديك ديال بطولات المدارس كيلعبوا المدارس بيناتهم. صافي وتم المنادات على الفريق الرجاء البيضاء الكاتيجوري الصغار. كنت صغير ديك الساعه عندي شي 8 سنين بحال هكاك. دوزت معاهم 3 سنين، من ورا مشيت لاكاديمية محمد السادس اللي بقيت تما كندوز فورماسيون ديال 6 سنين صافي. وكنت دزت مع لي كاتيجوري الصغار ديال ليكيب ناسيونال اي 17 اي 19 اي 20 اي 21 اي 23 صافي. ومن تماك هي فاش مشيت لليغانيس دوزت ديك 3 سنين ونص وهادشي اللي كاين. واخا أيمن، علاش بالضبط الدوري الإسباني وعلاش بالضبط ليغانيس؟ انا عارفة بلي كانوا عندك عروض من الدوري الفرنسي أيضا. علاش ماشي الدوري الفرنسي؟ علاش بالضبط الدوري الإسباني؟ الدوري الاسباني راه دوري كبير، من احسن الدوريات اللي كاينين في العالم. حتى ليغانيس مشيت لواحد البلاصه اللي مزيانه، اللي صراحه تعلمت منهم بزاف تماك وخديت ليكسبيريونس بزاف، هي اللي دابا معاوناني هنايا في المغرب. وهادشي اللي نقولك، فرنسا ماشي كنت من الخيار ديالي انا بوحدي باش نمشي لفرنسا ولا نمشي ليغانيس، داكشي وقع خيار ديال الناس اخرين اللي كانوا مكلفين بهادشي، هما اللي داروا لي سير ليغانيس. واخا أيمن، تألقتي بزاف في الدوري الإسباني، كان واحد الاهتمام كبير من الصحافة وكانوا كيسموك الموهبة المغربية، وكانت العودة للبطولة الوطنية من بوابة المحمدية على سبيل الإعارة. عاود لي أيمن على ظروف الانتقال. انا جيت داك العام المحمديه ماشي عام 6 شهور، حيت كانت ليغانيس نزلت للدوزيام ديفيزيون ليغ 2، دونك دوزت تماك في الاول ديال العام. كانت البطوله هنا في المغرب تبدا حتى شهر 11 وقيله، وجيت 6 شهور بريطي المحمديه. مي كون رجع لك الزمان شحال هادي ما نجيش المحمديه، ما نبقى تماك احسن. قرار ندمتي عليه أيمن؟ واخا أيمن، سبق لك وصرحتي أنك أنت واحد اللاعب اللي ما عمر ما نشوفوه كيحمل قميص فريق الوداد البيضاوي. واش أيمن هذا التصريح هذا والرفض ديالك انك تلعب لصفوف فريق الوداد البيضاوي بسبب الانتماء ديالك، ولا كاينه شي اسباب اخرى تبغي توضحها لي اليوم من هذا المنبر هذا؟ لا داكشي اللي قلت راه يبقى يتعاود ديما. هذيك توني انا ماشي زعما بيني وبينهم شي حاجه، ولا انا كبرت في واحد الدرب اللي درب سلطان، كلشي عارف درب سلطان القصه ديالو مع الرجاء، ودارنا رجاويين وكلشي رجاوي. دونك ديك توني لا عمرني زعما ديك الفرقه كاع ما عمرني نمشي لها نهائيا. واخا أيمن، على ذكر العائله ديالك والدار ديالكم، الاخ ديالك طه مريد، كي داير علاقتك بطه؟ مزيان بخير. عمرك تلاقيتي انت وطه في شي مباراه؟ كان ضد في العام الاول اللي جيت فيه لهنا لتحت والد كانوا مع الفريق ديالو وصافي، وتلاقينا في الماتش. وكان معايا في ليكيب ناسيونال اي 17 لا الاي 19 هنايا في المغرب، كان كاس الشمال افريقيا واقيلا. كان معايا نيش في ليكيب ناسيونال، وفاش كنا نمشيو للجزائر على الشان كان معايا تما، كنا نمشي نلعب انا وياه مع ليكيب ناسيونال وما كسبش. واخا أيمن، عاود لي علاش هاد الطريفه من الطرائف اللي عشتي مع الاخ ديالك طه. انا عارفه بلي طه ودادي. شي طريفه من الطرائف اللي طراو لك مع الاخ ديالك، سواء في المنزل ولا في هو الماتش ديال 4-4 ديال كاس العرب. شنو طرا مع طه في هذاك الماتش؟ تفرجتوا مجموعين؟ انا كنت في التيران وتسال الماتش. فاش رجعت عاودت الماتش بان لي شاد واحد اللقطه كيبكي فيها صافي، قلت له قال لي ولا بكي. واخا أيمن، دزتي من واحد الفتره اللي هي صعيبه، نقدروا نسميوها فتره اكتئاب.
ما كنتيش راضي على الحاله اللي كنتي فيها، وانت فايت لك صرحتي انك شفتي في راسك في المرايه وقلتي شنو هذا الشيء اللي وصلت ليه، ومن بعد تمكنتي انك بقى فيها راسي. بقى فيك راسك اكزاكتومون. ولكن من بعد بحال رجعتي الاوراق ديالك نوعا ما. ايمن بغيت نسولك، واش فريق الاتحاد التروكي واحد الفريق اللي عاونك انك تلقى داك الاستقرار اللي كنتي كتقلب عليه؟ انا في ديال الاكتئاب هي فاش كنت جيت محمديه، وكان دازت واحد البريود صعيب بزاف كاع، حيت كنت في واحد النيفو في شكل، وكتجي هنايا وكتشوف واحد الناس اللي عطاوك الكلمه نهار الاول، قالوا لك اجي حنا دوز معنا 6 شهور هادي فرقي على طالع، وكيتجربوا عليك في الاخر، فهمتي؟ دونك تماك صافي جاتني واحد الدوخه اللي ماشي نورمال، وليت كنتعصب بزاف، وليت ما كنحب صحابي، ما كنوقفش معاهم كاع، ما كنضحك مع حتى شي حد، وليت بوحدي. دونك رجعت من ورا في الساليت، رجعت لكانيس، دوزت عام، وداكشي اثر عليه شويه. كانت مازال لي عامين في كونطرا مع لكانيس، وسمحت فيها باش نجي ندخل صافي، نجي ندخل المغرب. هي فاش الاتحاد التوارق واحد الفريق كيعاون كاع الدراري اللي كاينين زعما في الفريق ديالو، ولا من ليسبوار، ولا من الفرقه الاولى، لا من فريق النسوي حتى هو دابا راه مصدر الصداره في البطوله ديالهم، كيعاون كلشي. وانا واحد منهم اللي صراحه لقيت منهم بزاف ديال الخير، ولا عمرني ننساه في حياتي كامل. ايمن نجي معاك للشخصيه ديالك، عطيني شي كاركتير في راسك ما عجبكش ولا كيخلق لك مشكل داخل الملاعب. كيف خلى واحد الدري كان سينا معنا دابا في توارق هذا العام، دابا راه مشى، عبد الله فرح، قال كان يلاه جاو جالسين هكا، هو كنعرفو كيعرفني من بعيد، ماشي زعما قريب ليا، جا قال لي يا موريت اخويا اسمع لك الهضره برا، كنقول لك قبيح 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 قبيح، وانا هو بوحدو عرفني، قال لي يا اخويا هادشي اللي كيقولوا كاع باش هذا، علاش كيقولوا قبيح؟ هاد القباحه خلق لك مشكل في مسيرتك الكرويه؟ ما عرفتش، واش انا قبيح؟ كنقول لك قبيح. واخا ايمن، شي خصله بدلتيها في راسك كانت فيك وما بقاتش فيك وانت فخور انك قدرتي تحيدها؟ كنت داصر واحد الدرجه ما كنفكرش قبل ما ندير شي حاجه صافي غنديرها، فهمتي؟ وبقيت بشويه تبعت من شحال من حاجه الحمد لله، اللي خلاتني نزيد نطور من راسي، وزيد نضرب واحد المستوى اللي كبير، اللي كيشرفني وكيشرف الفريق ديالي. واخا ايمن، نجبد لك الرجاء ولا بلاش؟ اللي بغيتي. ايمن انت رجاوي، كلشي عارف الانتماء ديالك، انت رجاوي، وهذا الشيء انت ما كتخبيهش سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في التصريحات ديالك او في كيفاش بدات هذه قصه الحب مع الرجاء ايمن؟ واش بحكم الانتماء ديالك لدرب السلطان ولا كاينه شي قصه بغيت تعاودها لي؟ انا ملي عقلت على راسي زعما حليت عينيا في الدنيا، وليت كنخرج الزنقه وداك الشيء، كنسمع الراجل صافي، كدوني ولاد درنا هادشي، راه باقي صغير انايا، صافي داك الشيء تزرع بوحدو مشى مع الدم. واخا ايمن، عطيني شي رساله بغيت توجهها للجماهير الرجاويه في ظل هذه الازمه هذه اللي كيعيشها دابا الفريق؟ حنا عارفين بلي الفريق كيمر دابا من ازمه خانقه. نقول لك الجمهور، داك الجمهور كبير وكبير بزاف على اي جمهور واحد اخر. شوف، هما ما كيموتوش صراحه، زعما يقدروا هاد العام ما يبان، كل عام الجاي تقدر تشوف واحد الفريق واحد اخر اللي على الترتيب وكيلعب على البطوله. الجمهور يزيد يصبر على الفريق ديالو، وتيشوفوا كيف ما بغاو هما يوصلوا للفريق ديالهم داك النيفو اللي باغيين يشوفوهم. واخا ايمن، عطيني اسم واحد ديال احسن لاعب داز في البطوله الوطنيه. بالنسبه لي انا بالنسبه لايمن هو محسن متولي. واخا قرار ندمتي عليه ايمن، ولو كان يرجع بك الوقت اللور ما تعاودش تاخذ داك القرار هذاك، اثر عليك في المسيره ديالك الكرويه؟ هو فاش جيت للبراتاج شباب محمدي. ابرز لحظه في مسيرتك الكرويه ايمن؟ ابرز لحظه هي فزنا بتروازيام بلاص في كاس البحر الابيض المتوسط مع سي مصطفى مديح الله يرحمه، اللي قبل كنا ندوزو الفينال، كنا لاعبين ضد الاسبان، كنا رابحين بواحد 0 وجوج بيلانتيات. الا جيت تشوفيهم دابا عطاوهم ليهم، هما اللي دازوا الفينال، حنا لعبنا على التروازيام بلاص. وقبل بالماتش ديال التروازيام بلاص هذاك الكابيتان ديك قال لي انا بغيت نفرح، فهمتي، بغيت نفرح معكم، نمشي حيت الجروب كنا مع من الايدي 7 مشينا الايدي 9 وبقى معنا هو نيش سي مصطفى مالح الله يرحمه، قال لي انا بغيت نفرح معكم بشي ميداليه ولا شي حاجه. ودخلنا ومتنا على ديك الماتش، بقينا لاعبين ب10 وربحنا بيلانتيات، صافي اللي
قال لي هنا علاش حيت داك السيد مشى انا مي شحال من اللاعب اللي كان معنا في الكاب ناسيونال عاونوا بزاف السي مصطفى مالح الصراحه. واخا ايمن، شكون هو الشخص في الحياه ديالك اللي كيرجع ليه الفضل في هذا الشيء اللي وصلتي ليه من بعد الله سبحانه وتعالى؟ هي الوالده. قول لي شكرا. هي الوالده. واخا ايمن، على ذكر الام ديالك، انا عارفه بلي عندك علاقه زوينه بزاف بالام ديالك، وجه لها واحد الرساله من هذا المنبر هذا. الوالده راه الوالده تسول على هذا الرسلان كامل. قلبها كبير وكتبغي ولادها بزاف واحد الدرجه ما يمكنش. نقول الله يخليك لينا والله يطول لنا في عمرك و تشوفي ولادنا. ان شاء الله. ايمن، شي تضحيه دارتها معاك الوالده ديالك وما تنسالكش؟ تضحيه شي حاجه ضحات فيها على ودك وباقا تبقى مفكرها ديما؟ هما بزاف الصراحه، بزاف ديال الحوايج، ما نقدرش نقول لك حاجه واحده. مي انا كانت اول مره زعما ندير شي عمليه ولا شي حاجه هي اللي كنت درت على راسي مؤخرا. وفاش جات عندي الكلينيك جات شافني، جات بقات كتضحك بحال فاش ما كاين والو. ديك الساعه باقي كاع ما داير العمليه، حتى خرجات وبقات كتبكي قالوا لي الدراري ما كنت. ايمن، شكرا بزاف. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، كان الحوار معك في غايه الاهميه. كنشكرك بزاف على قبول الدعوه، وكنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك الكرويه وكذلك في حياتك الشخصيه. شكرا بزاف. متتبعينا الاعزاء، وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا. كنعطيكم موعد جديد وفي حلقه جديده مع ضيف اخر ان شاء الله.